بس انتوا غالين، لا فاغلب الناس خالص ما تقدر والله. تجيك والله خالص لا. يعني مدرب شخصي انت لو الدكتور، انت لو عندك مشكلة الجلسة 300 ريال يعني غالي والله. انا ما ادري عنك الحين، انا اتكلم في النادي والله 300 ريال. ما تمشيش على حاجة من على النت، لان هي يا صابت يا خابت. وبعدين انت خد بالك، انت بعد شهر او شهر ونص ماكسيمم لازم تغير البرنامج، اذا كان نظام تدريب او نظام اكل. فانت محتاج تروح لحد متخصص اكتر زي الدكتور، وده صحتك. معك دايما الناس في حته السنه، بس عشان انا متضايق من الحته دي، دايما الناس في حته التمرين او الجيم يقول لك انا هخش اجيب تمارين من على النت، انا هشوف صاحبي بيلعب يخش اعمل معاه. هي خطه. بس ليش والله يعني؟ شوف انا بقول لك ليش. يعني اول حاجه انا مؤمن شخصيا ان المدرب الشخصي حلو بس غالي اكثر. بس غالي. لا يفيدك يعني اذا في ناس تقدر، فانا اقول انه خيار ممتاز وانه افضل. بس مو بالضروره انه كل الناس تقدر. يعني اوريدي انت عندك اشتراك النادي فهذا غالي طبعا. زائد عندك اشتراك المدرب اللي هو غالي. فليس بالضروره كل الناس. فهل معقول انه ما في خيار ثاني، تطبيقات تعطيني هذه على الاقل البدايه؟ طبعا انت ممكن تبدا حاجه، انت عايز تعمل حاجه من على الانترنت، تجيب حاجه فور فري ما تدفعش عليها فلوس خالص، وتبدا تشترك فيها او تخش عليها وتبدا تشوف على البيانات اللي موجوده فيها. ده هيساعدك في الاول. انت النهارده لو قررت ان انت تظبط اكلك انت من نفسك من غير اي كوتش، قررت ان انت هنزل 3 ايام في الاسبوع، حتى مش هتمرن تمرين حديد، هنزل هجري نص ساعه او هتمشى نص ساعه او ساعه، واعمل ضغط على كام حاجه كده كله 45 دقيقه 3 ايام في الاسبوع، وظبطت اكلك شويه، هتخس. هتوصل لنتيجه وهتوصل اللي انت عايزه. بس بعد شهر هتعمل ايه؟ هتفضل على نفس النظام، فمش هتلاقي نتيجه، لان الجسم بيحصل حاجه اسمها تكيف او ادابتيشن. التكيف ده جسمك خلاص اتعود على نظام الاكل ده وتعود على نظام التمرين ده، فهو عايز حاجه جديده. لان معظم الدهون اللي بتبقى في الجسم الدهون العنيده اللي هي مش سهل تنزل بسهوله، دي بتيجي من حاجات كتير، من الاكل، من الستريس، من لخبطه الهرمونز، من حاجات كتير. فده تقدر تعالجه ازاي؟ ان انت بعد فتره هتثبت عند حته معينه تقدر تعالجه، ان انت تمشي مع حد فاهم ويقدر يوصلك لده. لأفضل تجربة استماع، اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.